تخيل معايا كده ان في شخص لما بيبصلك مش بيشوفك كإنسان عادي، لأ، ده بيشوفك كغنيمة، حاجة هيستفاد منها بأقل تمن ممكن. تخيلت؟ الشخص ده بقى هو دانيال من فيلم زي ويل بي بلود. يلا نحلل الفيلم. Can everything around here be gone? Sure. في عز الصبح بنلاقي واحد بيحفر في الصخر لوحده ومفيش أي حد بيساعده، والشخص ده هو دانيال بطل الفيلم. يعني من أول مشهد انت داخل جوه عقل شخص وحيد. المشهد ده مفيهوش كلام، مفيش ناس، دانيال شغال لوحده مش مستني مساعدة. هو تجسيد لإنسان فقد صلته بالناس، كل اللي بيربطه بالعالم أدواته وهدفه اللي هو النفط. يعني بكل بساطة ده وحش اتولد من تحت الأرض. بنشوف دانيال مصاب وبيزحف وبيكمل. المشهد ده بيقولك شخصيته بالكامل، الألم مش عائق عنده، هو جزء من الصفقة، مش هيسيب الدهب الأسود حتى لو هيموت عشانه. بعدها دانيال بيتبنى اتش دبليو ابن العمل اللي مات. هو مش ابنه لكنه صورته الاجتماعية قدام الناس، أب عنده ابنه ومهتم بيه، أكيد شخص كويس صح؟ بس دانيال استعمله عشان كده، عشان يكسب ثقة الناس بس. ولما الولد اتصاب ومبقاش يسمع، دانيال اتخلى عنه. يعني للأسف الأبوة ما كانتش حب، دي كانت استغلال. المشهد ده بيكشف شخصية دانيال بالكامل. دانيال قاعد على اليمين وباصص لتحت كأنه مشغول أو مهموم، واحد العمال على الشمال قاعد ساكت، وخط الفاصل ده تقسيم نفسي كأنه بيعكس الانقسام الداخلي في دانيال نفسه، بين الإنسان اللي ممكن يكون عنده مشاعر أو إنسانية وبين الوحش اللي بيدور على البترول بس مهما كان التمن. وبصة دانيال لتحت هنا مش ضعف، دي لحظة فيها حسابات، كأنه بيشوف إذا كان الطريق اللي مشي فيه لحد دلوقتي كان يستحق ولا لأ. والمشهد بتاع البرج لما ولع، المشهد ده كان مفصلي، لأن هنا ابنه اتش دبليو فقد السمع بسبب اللي حصل. وكأن المشهد بيوضح إن كل خطوة نجاح ليها علاقة بالبترول في الفيلم لازم قصادها يكون في تمن بشري، حتى لو الشخص ده ملوش ذنب. والمشهد بتاع إيلاي وهو بيمد إيده على أبوه وبيديله بالقلم مشهد عجيب جدا. إزاي شخص بيتكلم باسم الدين يعمل كده؟ وهنا قناع الدين بيقع وبنكتشف شخصيته الحقيقية، وإنه شخص بيستغل الناس باسم الدين بس مش بيعمل بيه. وتحليل مشهد اتش دبليو لما بيولع في الكوخ وأبوه نايم، ده بعد ما اتش دبليو حس إنه مش في حسابات أبوه وبعيد عنه. هنا لحظة تمهد من الطفل، كأنه بيحاول يصوت ويقول لأبوه أنا هنا ما تنسانيش، بس طبعا أبوه ما بيعملش كده، بل بيعمل العكس، وهي إن أبوه بيتخلى عنه. وهنا بنشوف قد إيه دانيال شخص جاحد وما عندوش أي إحساس، وكان سايب اتش دبليو بس علشان يستغله. وبالنسبة لمشهد دانيال في العشاء مع المستثمرين اللي كانوا عايزين ياخدوا كل حاجة منه وهيدوله فلوس قصادها، المشهد ده بيكشف عقدة دانيال مع التحكم. هو مش عايز يبقى تابع حتى لو الفلوس أزيد، عايز النجاح يبقى بإيده، كل حاجة تبقى بتاعته هو بس، لكن لو في حد هياخد مكانه مش هيسمح ليه بكده. واللحظة اللي بيكتشف فيها دانيال إن الشخص ده مش أخوه الحقيقي وإنه كان بيدعي إن أخوه علشان يستفيد منه، دي كانت لحظة الأمل الوحيدة لدانيال إن في حد من دمه. لكن لما بيكتشف الكدبة دانيال بيتصدم من جوه، مش عشان يتخدع، لأ، علشان حس إنه كان ممكن يبقى سعيد للحظة، لكن حتى السعادة دي كانت كدبة. وبيقتله وبيدفنه في حفرة زي اللي طلع منها من أول الفيلم، وكأنه بيعود ليها علشان يدفن فيها أي إمكانية لأنه يبقى إنسان كويس أو إنسان سوي. وبعد ما بيخلص دفنه بيقعد يعيط زي العيال، وبنكتشف إنه مهما كان شخص جاحد وقاسي هو لسه عنده عواطف وبيحس زينا وهيفضل يتألم زينا. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! هنا دانيال عمل كده علشان يوصل للي هو عايزه، بس الأكيد إنه كان ندمان فعلا وموجوع من جوه. وهنا بيجي العدو التاني، إيلاي، الشخص اللي بيتكلم باسم الدين. هو أي نعم مش شركة منافسة، بس هو الدين في طوب الاستثمار، بيمثل القوة الدينية اللي بتحاول تفرض نفسها على المال. لكن دانيال مش بيؤمن بحد، بيؤمن بنفسه بس. الاتنين كدابين ومنافقين، بس دانيال على الأقل مش بيمثل إنه ملاك زي إيلاي. المشهد ده مهين، بس دانيال وافق عليه علشان هيطلع فوقه في يوم من الأيام. الفيلم هنا مش بيقارن بين نوعين من الجشع، لأ، الفيلم هنا بيقارن ما بين نوعين من النفاق، النفاق الديني والنفاق المالي. والمشهد ده بيوضح لك نهاية كل شخص طماع وجشع.
ده دانيال الحقيقي، قاعد لوحده بيصطاد ازايز الويسكي، فوضوي وبيتكلم مع نفسه. بعد كل اللي كسبه عايش لوحده بيصطاد الهوا. دي النتيجة النهائية والنهاية المستحقة لأي واحد طماع. ومشهد المواجهة ما بين اتش دبليو ودانيال لما ابنه بالتبني بيبقى عايز يمشي ويعمل حاجة خاصة بيه. دانيال مش بيتبسط، بالعكس ده بيهينه وبيقوله انت كده هتبقى المنافس بتاعي. واتش دبليو هنا رمز للنقاء، وده شيء دانيال ما بقاش بيحبه. ودانيال بيقوله انت اتولدت في سلة وانا اللي كنت ايدك وهجلك وصوتك، بس بعد كل ده ما حسيتش ان انت ابني في يوم من الايام. أي شيء بيطلع عن طوعه أو من تحت إيده بيموت عنده عاطفيا حتى لو أعز الناس ليه. ودانيال بيفضل ينده بصوت عالي ويقول إن أنت لقيت من السلة، أنت لقيت من السلة، مع إن اتش دبليو مش بيسمع أصلا. بس دانيال بيقول الكلام ده لنفسه علشان يحس إن هو ما عملش حاجة غلط وإن هو عمل الصح، لكن من جواه طبعا هو ندمان وموجوع. مشهد النهاية لما بنشوف ان إيلاي تحت ضغط من دانيال بيقول الحقيقة وبيقول ان هو دجال ونصاب وبيتكلم باسم الدين علشان يستغل الناس. هنا خلاص، هنا دانيال كسب وهيحكم عليه بالإعدام وهيموته. وهنا بيجي الدم تاني بعد ما قتل أخوه، ودلوقتي بيقتل إيلاي وكأنه بيحكم بالإعدام على فكرة المنافسة اللي كانت موجودة ما بينهم، ما بين النفاق الديني والنفاق المالي. بعدها بيقول جملة I am finished. هو خلص فعلا، بس مش لأنه قتل إيلاي، لكن لأنه مبقاش في حد يقتله بعد كده، مبقاش في شيء يسعى ليه. هو خد كل حاجة مادية بس خسر كل حاجة معنوية وإنسانية، وخسر ابنه وبقى سجين نفسه في قاع الجشع والوحدة بعد ما خسر كل حاجة. الفيلم عن إنك تحفر لدرجة إنك تدفن نفسك، عن القوة اللي بدون حدود تتحول لعزلة، عن الإنسان لما بيبقى كل حياته هدف واحد بس بينسى يعيش. مش بس فيلم عن النفط والبترول، ده فيلم عن التمن اللي بندفعه لما نعبد الطمع. سؤال الفيلم مش مين كسب، السؤال هو لما تكسب كل شيء وتخسر كل شخص هل فعلا كسبت؟ دانيال هو وحش الرأسمالية، يفضل ياكل وما يشبعش. إيلاي هو اللي بيستغل الدين عشان يكسب كل حاجة ويبقى متحكم في عقول الناس. النفط هو لعنة، بيديك فلوس ويسحب منك نفسك وإنسانيتك ودنيتك. والحفرة ده ليه علاقة بالإنسان في الفيلم، كل ما يغوص أعمق كل ما يخسر أكتر لحد ما يموت. الطفل اتش دبليو هو أي شخص ملوش ذنب بيضيع بسبب طمع الناس اللي حواليه. النهاية بتقولك إن الكابوس الحقيقي مش قلة الفلوس بل الوحدة، وإن أي حاجة بتبدأ بالطمع وحب التملك مع الوقت هتخلص بالدم. أنا كده خلصت، بس الأفلام لسه مخلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واكتبلي في الكومنتات عن الفيلم اللي حابب إن أتكلم عنه الفيديو الجاي. وبس كده، سلام.